ازيكم؟ هنتكلم النهارده عن ظاهرة اسمها الامبوستر سيندروم او متلازمة المحتال. واوعوا تفتكروا انه الظاهرة دي ممكن تكون مش عندكم او ما قابلتكوش قبل كده، لانه 70% من الناس بتعاني منها. فانصحكم ان انتوا تتعرفوا عليها اكتر عشان تبقوا عارفين هي عندكم ولا لا، او امتى بتجيلكم ولما تحصل ازاي ان انتوا تتغلبوا عليها. الامبوستر سيندروم او نظرية المحتال بتحصل للناس في شغلهم، وبتخليهم ان هم يبداوا يحسوا ان هم مش كويسين كفايه ان هم يبقوا في المكانه اللي هم فيها من الناحيه العمليه او في الشغل بتاعهم. زي مثلا لو انتوا في شغل معين او بوزيشن معين وانتوا حاسين ان انتوا في الحقيقه انتوا مش كويسين كفايه ان انتوا تبقوا في المكانه دي، او لو جات لكم مثلا فرصه للترقيه بس انتوا خايفين ان انتوا تاخدوها لان انتوا مش واثقين قوي في نفسكم، مش عارفين هو انا فعلا هبقى قد الفرصه دي وهقدر ان انا اعملها، ولا انا لسه محتاجه اشتغل على نفسي اكتر من كده علشان ابقى كويس واستحق الفرصه دي فعلا. هنتكلم النهارده اكتر عن الظاهره دي، وهقول لكم 5 انواع من الشخصيات اللي بتحصل معاهم الظاهره دي، ولازم تقولوا لي انتوا انهي نوع فيهم. وهقول لكم كمان ظاهره المحتال دي بتحسسكم بايه بالظبط، وهديكم تمرين تعملوه معايا دلوقتي عشان تعرفوا هي عندكم ولا لا. واخر حاجه هنتكلم عن ازاي ان انا اقدر اتغلب على الظاهرة دي لو هي عندي. وزي ما قلت لكم 70% من الناس عندهم، فغالبا هي عندنا كلنا، لانهم اول ما لاحظوا الظاهرة دي ابتدوا ان هم يشوفوها اكتر عند الستات الناجحة او الستات اللي محققين حاجات كتير في حياتهم. مع الوقت لما عملوا شوية دراسات اكتر لقوا ان هي لا، بتيجي عند الستات والرجالة والكبار والصغيرين واللي ناجحين واللي مش ناجحين، كل الناس ببساطة معرضة للظاهرة دي. طب تعرفها ايه بالظبط يعني الامبوستر سيندروم ده؟ ببساطة هي ظاهرة بتخليكم بتبقوا مش مستوعبين الانجازات او المهارات اللي عندكم. يعني انتوا ممكن تبقوا ناس شاطره قوي، بس من جواكوا كده احساس اللي هو لا، برضه انا اكيد مش شاطر، انا اكيد مش كويس، انا اكيد حتى لو كويس فانا اكيد مش كويس كفايه. وانا عامله اني مستاءه يعني من الناس اللي بتفكر كده، ولكن انا اصلا منهم. طب مين ال5 انواع من الشخصيات اللي بتتعرض او بيجيلها ظاهره الامبوستر سيندروم دول؟ تعالوا نشوفهم. هم 5 انواع من الشخصيات، وقولوا لي انتوا تفتكروا كده انتوا انهي نوع فيهم. اول نوع، وهي مش مفاجاه خالص، ولكن الاشخاص المثاليين. طبعا الاشخاص المثاليين معرضين جدا ان هم يجيلهم متلازمه المحتال دي، لان هم بالنسبه لهم دايما في احسن، مهما وصلوا ومهما عرفوا ومهما عملوا في حياتهم دايما في احسن. وبسبب احساس الكمال ده عندهم بيبقى عندهم كده من جواهم شك ان هم مهما عملوا ومهما عرفوا، لا، انا لسه برضو مش كويس كفايه، انا اكيد بضحك على الناس اللي حواليا دي وهم حاسين كده ان انا ايه يعني كويس، لكن انا في الحقيقه مش كويس. ودي اول شخصيه. تاني شخصيه وهي الاكسبرت او الخبير، الشخص اللي الناس دايما بتقول عليه ان هو خبير في الحته دي. اولا الخبراء من كتر ما هم بيبقى عندهم معرفه في حته معينه فبيبقوا عارفين اكتر بكتير من اي حد يقدر ان هو يعرفه، فبيبقى بينتج عنه ان هم عارفين ان في حاجات هم مش عارفينها لكن الناس التانية ما تعرفش انها موجودة اصلا. فاهمين انا يعني هم واصلين لحتة ان هم شايفين حاجات الناس التانية اصلا لسه مش شايفينها، بس ده بيديهم احساس ان هم مش عارفين الحاجة دي اللي الناس التانية ما تعرفش انها موجودة اصلا. تالت شخصية معانا بقى وهي الناتشرال جينيوس، او الشخص اللي هو بطبيعته كده عبقري. الناس دي من كتر ما هي بتبقى شاطرة فمش بيقابلوا في حياتهم العوائق الطبيعية اللي بتقابل الناس الطبيعية، لان هم بيبقوا اذكى من العادي، فبالنسبة لهم كل حاجة بتمشي سهلة 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 لغاية بقى لما يقعوا في مشكلة. اول ما يقعوا في مشكلة، وهي اصلا الحاجة الطبيعية اللي احنا الناس العادية بتقابلها كل يوم، بيبدأ على طول عندهم احساس الشك وان انا اكيد مش عارف او مش كويس كفاية، وعشان كده انا وقعت في المشكلة دي. لكن في الحقيقة انه كلنا بنقابل عوائق ومشاكل كل يوم يعني، بس هم مش متعودين قوي على الحتة دي، بس للأسف بينعكس عليهم على طول بالامبوستر سيندروم. أول ما يواجهوا أي مشكلة اللي هو لا، ده أنا أكيد بقى محتال وأنا أصلا مش كويس، والناس دي كلها أكيد هتعرف إن أنا مش كويس يعني قريب. رابع شخص وهو الشخص اللي بيعرف يعمل كل حاجة لوحده. في ناس كده عاملين زي ايه الجوكر، بيعرفوا يعملوا كل حاجة. فأول برضو لما يقابلهم عائق أو مشكلة وحيدة، حاجة واحدة بس هم مش عارفين يعملوها بنفسهم، اللي هو اصلا ده مش الطبيعي، لان احنا في الطبيعه ان احنا كبني ادمين كلنا بنكمل بعض، ولكن الشخص ده زي الوان مان كرو كده، بيبقى عنده معرفه كده بحاجات كتير، فبيقدر ان هو ايه يساعد نفسه، مش بيبقى محتاج
اشخاص تانية معاه تساعده، لغايه برضو لما بيقع في موقف بيبدا ان هو يحتاج مساعده حد تاني. واول لما بيقع في الموقف ده بيبقى ضحيه الامبوستر سيندروم، ان هو بيبدا عنده الشك ان هو مش كويس كفايه، مع ان هو اصلا بيعمل دور اشخاص ناس كتير قوي، هو مش مطالب ان هو بيبقى بيعمل كل ده، بس بيروح واقع على طول في المشكله ان هو بيبقى حاسس ان هو لا ده انا اكيد عندي امبوستر سيندروم وانا اصلا مش كويس، وتاني الناس كلها هتعرف. واخر نوع وهو غالبا بيبقى في الستات اكتر، ليه بقى؟ لان احنا بطبيعتنا كده بنحب نبقى يعني النوع ده اللي هو السوبر بيرسون او السوبر هيرو، الشخص اللي بيحب ان هو يبقى حاسس كده ان هو بيقدر يعمل كل حاجه، اللي هو انا بروح الشغل وبرجع وبشوف طلبات العيال وباخدهم للتمرين وبعمل الاكل وبنظف البيت ايه. بس الاشخاص اللي هي بطبيعتهم كده بيبقوا سوبر هيروز وحاسين ان هم لازم يبقى بيعرفوا كل حاجه، بيقعوا في ضحيه الامبوستر سيندروم طبعا، لانه دايما عندهم احساس اللي هو انا لازم اعمل كل حاجه ولازم ابقى في كل حاجه اشطر واحد، ولازم انه لو في تارجت لازم نحققه، احنا لازم نحقق اكتر من التارجت. ودي طبعا توقعات يعني غير واقعيه تماما، يعني في اي نقطه من النقط دي بيقعوا فيهم بتبدا ان هي تحسسهم ان هم عندهم الامبوستر سيندروم. طب بس انا برضو عايزه اعرف يعني هو الامبوستر سيندروم ده يعني انا عايزه المسه كده، عايزه احس ان انا فاهمه كويس، هو احساسه ايه بالظبط؟ اول حاجه الناس اللي عندهم الامبوستر سيندروم بيبقى دايما عندهم مشكله ان هم يقيموا نفسهم بشكل واقعي وعادل، يعني دايما كده ايه بيقللوا شويه من تقييمهم لنفسهم، اللي هم يعني لو كويسين مثلا بنسبه 4.5 من 5 مثلا، بيقول لك لا انا كويس بنسبه 2 من 5. ودايما اللي عنده امبوستر سيندروم حتى لو نجح في حاجه بيلاقي اي عوامل خارجيه كده يلوم عليها النجاح ده، اللي هو مثلا التيم اللي كنت شغال معاه لكن مش انا، مثلا حاجات حصلت بالصدفه او كان حظي حلو في الوقت ده في حاجه حصلت فنجحت فيها فبرضه مش انا، يعني دايما تلاقيه كده مش بينسب النجاح لمجهوده. ودايما كمان اللي عنده امبوستر سيندروم بيبقى دايما عنده خوف من التوقعات بتاعه الناس، او ان هو مش هيبقى قد التوقعات اللي عند الناس التانية فيه. وغالبا بتبقى الناس دي بطبيعتها اوفر اتشيفنج، او هم اصلا ناس دايما بيحققوا حاجات كبيرة قوي او بينجحوا بزيادة، بس بالعكس هم دايما عندهم احساس الشك في قدراتهم، دايما عندهم سيلف داوت او دايما يشكوا في نفسهم وما عندهمش الثقة الكفاية في نفسهم. وفي ناس كمان بتحط دايما توقعات كبيرة قوي واهداف كبيرة قوي، فلما مش بتوصل لها بتبدا ان هي تحس بالامبوستر سيندروم ده. طب انا برضو اعرف ازاي انا عندي ولا لا؟ يلا نعمل التمرين ده مع بعض، وعايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات التمرين ده وانتوا بتحلوه، علشان دايما الناس بتتناقش مع بعض وبتساعد بعض، وده هيساعدكم ان انتوا تفكروا اكتر لما يبقى فيه نقاش، واكيد هيساعد الفيديو بتاعي ان هو يوصل لاكبر عدد من الناس. محتاله قوي يعني. هسالكم 5 اسئله وتجاوبوا عليهم في الكومنتات. السؤال الأول، هل انتوا بتحاسبوا نفسكم بزيادة على أصغر غلطة بتعملوها؟ السؤال التاني، هل لما بتنجحوا في أي حاجة بتروحوا رامين النجاح ده على طول على الحظ، ان انتوا كان حظكم حلو مش اكتر؟ تالت سؤال، هل اي نقد بناء حتى لو بسيط بيضايقكم؟ لانه ده معناه على طول ان انتوا عندكم شك في قدراتكم اصلا من جوه، فاي نقد بسيط بيجيلكم بتبقوا حساسين بزياده ليه. رابع سؤال، هل انتوا دايما عندكم الاحساس من جواكم ان انتوا بتضحكوا على الناس اللي حواليكوا في الشغل، وانه اكيد في وقت ما هيعرفوا ان انتوا مش كويسين كفاية؟ هل بيجيلكوا الاحساس ده؟ وخامس واخر سؤال هو، هل ان انتوا دايما بتقللوا من خبراتكم حتى لو انتوا عارفين ان انتوا احسن من ناس تانية في الحتة دي، بس برضه ما بتيجوا تتكلموا عنها مش بتدوا نفسكم القيمة الكافية اللي توري حجم الخبرة اللي عندكم، يعني دايما حاسين ان هو لا يعني انا مش كويس قوي في الحتة دي. اخر بقى جزئية هنتكلم فيها في الفيديو ده النهاردة هو انه انا لو عندي الامبوستر سيندروم ده اتغلب عليها ازاي؟ يعني اعمل ايه عشان اخلص منها وما اخليهاش تاثر عليا؟ 6 خطوات هنعملهم عشان نتغلب على الامبوستر سيندروم لو هو عندنا. اول حاجه، شاركوا مشاعركم. لو انتوا عندكم شخص بتثقوا فيه وعارفكم كويس ودايما ان هو بيقدر ان هو يحفزكم ويرجع لكم ثقتكم بنفسكم، ممكن ان انتوا دايما تتكلموا مع الشخص ده. طب انا لو ما عنديش الشخص ده اعمل ايه؟ هنكتب وهنتكلم مع نفسنا بصوت عالي، لانه لما تتكلموا مع نفسكم بصوت عالي ده بيديكوا احساس بالظبط اكن في شخص تاني معاكم في الاوضه، ولما الشخص الاولاني بيقول حاجه مش واقعيه او مش حقيقيه الشخص التاني بيبدا يفكر فيها
تاني ويقيمها ويشوف هو فعلا الكلام اللي انا سمعته ده صح ولا مش صح. تاني نقطة انا عايزاكم تبصوا كده حواليكوا على الناس اللي حواليكوا وتبدأوا ان انتوا تفكروا من جواكوا بشكل تحليلي كده، يعني تفتكروا كل الناس اللي حواليكوا دول او كل الناس اللي في مناصبهم عموما، هل تفتكروا ان هم يعني عارفين كل نقطة وكل فتفوتة في مجالهم وفي شغلهم اللي هم بيعملوه عشان كده هم في المكان اللي هم فيه، لكن انتوا مش عارفين كفاية عشان كده انتوا ما تستحقوش المكانة دي؟ ولو انتوا مش عارفين الإجابة دي فالإجابة ان هي لا، الناس دايما بتطور من نفسها، ومش شرط ان انت عشان تبقى في مكانة معينة تبقى سوبر هيرو او سوبر مان عشان توصل لها. ممكن ناس كتير جدا تبتدي الرحله بتاعتها وهي في الطريق تطور من نفسها. وده هياخدني للنقطه اللي بعدها، عايزاكم ان انتوا دايما تقيموا نفسكم والسكيلز او القدرات او المهارات اللي عندكم. انا بعرف اعمل ايه وايه النقطه اللي انا نفسي اوصل لها عشان ابقى مرتاح، حتى لو النقطه دي بقى خلاص ما مش واقعيه يعني، مش مهم. انا هبقى مبسوط لما يبقى عندي المعرفه دي ايا كان بقى، هستخدمها مش هستخدمها، محتاجه مش محتاجها، ايا كان انا هبقى مرتاح لما ابقى اوصل للنقطه دي. والفيديو اللي قبل ده على طول عامله لكم فيه تمرين تقدروا ان انتوا تشوفوا انتوا في انهي نقطه وايه النقطه اللي انتوا عايزين توصلوا لها وتوصلوا لها ازاي. والنقطه اللي بعد كده هي ان انتوا تبداوا انكم تاخدوا خطوات صغيره. برضو النقطه دي متكلمه عليها في الفيديو اللي فات، لان هي اصلا جزء من البروسيس او الحاجه اللي انتوا هتعملوها عشان تقدروا تقيموا انتوا فين وعايزين توصلوا لايه ومحتاجين تعملوا ايه. والنقطه اللي قبل الاخيره وهي دايما ان انتوا تفكروا وتحللوا افكاركم، مش اي احساس تيجي لكم كده تصدقوه على طول. احاسيسنا بتدينا خوف وبتدينا شك وبتدينا حاجات كتير مش شرط ان هي تبقى واقعية او ان هي عندنا فعلا. فاي فكرة او احساس تجيلكوا انا عايزاكم تفكروا فيه كده مرتين تلاتة قبل ما تصدقوه وتمشوا وراه. لو جالي احساس بالخوف وانا فعلا خايف، طب وانا خايف، طب وانا مش عايز الحاجة دي، لا انا عايزها، لا خلاص بقى استحمل كده وابقى عارف ان انا اللي حطيت نفسي في الموقف ده علشان انا هوصل منه لحاجة معينة. فاي خوف اي قلق عندي انا هتغلب عليه لان انا باصه لحاجة قدام كده عايزة اوصل لها ومش هخلي حاجة توقفني عنها. وده بالظبط هياخدني لاخر نقطة عندي، وهي ان انتوا اوعوا تخلوا احساس الامبوستر سيندروم ده يوقفكم عن اي حاجه انتوا عايزين توصلوا لها. وده مش معناه ان هو ما بيجيليش، بالعكس انا بيحصل لي كتير، وعلشان كده انا حاسه ان انا بقيت خبيره فيه وعارفه امتى اما ابقى حاسه بحاجه ابقى عارفه ان هي امبوستر سيندروم، او يبقى لا هو ده فعلا صح، انا دي نقطه عندي انا فعلا محتاجه اشتغل عليها. بس الاهم بقى من كل ده ان انتوا ما تخلوهوش يوقفكم عن اي فرص انتوا عايزين تاخدوها او تعملوها، لانه مفيش اكتر من ان احنا يجيلنا فرصه لحد عندنا ونقنع نفسنا ان احنا مش كويسين كفايه ليها ونرفضها. وفي الاخر اتمنى الفيديو ده يساعدكم، واتمنى ان انتوا تشاركوني في التعليقات الفيديو عجبكم ولا لا، تعملوا التمرين تقولوا لي انتوا اني شخصيه من الخمس شخصيات زي ما انتوا حابين تشاركوا معايا، لان انا فعلا بتبسط قوي بمشاركتكم معايا، واكيد ده باين من ان انا برد تقريبا على كل كومنت بيجيلي. وبس كده، ما عنديش حاجه تانية اقولها، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.